حبايبي وحشتوني قوي قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين وعود علينا وعليكم بخير، ورمضان كريم يا رب. زي ما بلغتنا رمضان يبلغنا ليلة القدر بدعائها بصلاتها بصيامها بقامة كل حاجة حلوة. كل سنة وانتم بألف خير حبايبي، وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا انا رجعت للقناة بتاعتي القديمة اللي هي منوعات نوجا ستايل، لان القناة الجديدة اللي هي ستهم راحت برضو، مش عارفة يعني مالي. الحمد لله على كل حال. برضو راحت، فرجعت لقناتي القديمة تاني. تابعوني ولايكاتكم واشتراكاتكم، زر الجرس وعيد سعيد علينا وعلى أمة المسلمين أجمعين. عملت لكم حبة كحك النهاردة بالعجمية، تحفة تحفة تحفة. بصوا عاملين ازاي، بصوا ناعمين وطالعين. بصوا بسم الله ما شاء الله. الخبيز خبزة في البيت عندي في البوتاجاز. وقاعدة والله لحالي كده مع نفسي. من قيمة كام يوم عملت 2 كيلو كده سادة خالص، بس ما صورتهمش. صورت لكم دول اللي هم بالملبن بالعجمية. بس انا عاملة عجمية بقى ايه، جديدة وسهلة وبسيطة وجميلة جدا جدا. جبت نص كيلو ملبن اهو، وجبت ربع سوداني ومسكته جرشته في الكبة، ما نعمتوش قوي كده مجروش. وفضيت الملبن في بولة وقطعته صغير، وحطيت عليه حبة سوداني زي ما انتوا شايفين الفيديو معايا. بالله عليكم ادعوا لي ربنا يثبت لي قناتي، وده انا كل شويه بقناه جديده. وربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي. لايك وشير وتفعيل زر الجرس. ما تنسونيش في الدعاء بالله عليكم. ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. بصوا حطيت السوداني زي ما انت عايزه، عايزه تحطي اكتر حطي، عايزه تحطي دول يعني زي ما انت عايزه. حبه سمنه، عايزه سمنه بلدي ماشي يعني براحتك. انا حطيت من السمنه العاديه بتاعتي. وعجنتهم بقى جامد بقى، يعني السوداني مع الملبن مع السمنه، بسم الله ما شاء الله عجنتهم. كنت بقى ايه، كنت قبل الفطار عملت الخطوه دي وانا قاعده والاكل على البوتاجاز، ورحت ماسكاهم محضراهم بقى ايه، ان انت تحطي في العجينه. عايزه تعمليها بالطول لو انت هتعملي كحكه ماشي، عايزه تبلبعيها زي البيل وتعمليها معموله زي اللي انا عاملاها ماشي، براحتك. بتشكلي زي ما انت عايزه خالص. بصي بقت طريه وناعمه ازاي في ايديا لما حطيت لها معلقتين السمنه وحبه السمسم زي العجميه بالظبط. اللي بيقعدوا عجميه ويحطوا لها عسل نحل ومش عارفه ايه، لا ديت عجميه، بس العجميه بتاعتنا احنا البسيطه الحلوه السهله. ملبن وتحطي عليها سوداني، عايزه تحطي مكسرات عندك تجرشيها زي كده زي السوداني. بصي بقت طريه وحلوه ازاي اهي. تجرشيها تحطي المكسرات اللي انت عايزاها فيها وزي الطريقه ديت كده بالظبط، ولا عسل نحل ولا اي حاجه. جبت طبق وحطيت لي عليه معلقه سمنه برضو عشان خاطر ما تلزقش في الطبق وتبقى سهله وانا باخد منها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. آه، او بصي دهنت ايديا وبدأت ان انا ايه، اكورها زي البيل، قد البلية كده صغيرة. وانتي برضو بتشكليها مع العجينة، لقيتيها كبيرة شوية ممكن تشيلي حتة، لقيتيها صغيرة تحطي لها حتة، حسب عجينتك وحسب ايديكي وحسب ما انتي عايزة. وكده هو عجينتنا بقى، عشان انا ما صورتش معايا العجينة. حطيت 2 كيلو دقيق على الميزان، 2 كيلو دقيق. كيلو سمنة، كيلو سمنة. حبة سمسم. بيكنج باودر. اللهم صل على النبي، رشة ملح. معلقتين السكر حطيناهم في نص كوباية لبن مع الخميرة. تمام. حطينا بقى كلهم على بعضيهم، حطينا السمنة على النار بتتقدح، وحطينا الدقيق منخلناه، وحطينا عليه حبة السمسم ورشة الملح وباكل بيكنج باودر، في زي ما هما كده فوق بعضيهم بالظبط. وبعد وبعد كده السمنة قدحت مش قوي، حاجة بسيطة، ورحت جبت السمنة حطيتها على الدقيق. انا بحكي لكم العجينة عشان ديت الحتة المقطع دوت ما تصورش معايا.
طبعا ده الملبن، وبعد ما بلعته بصوا بقى عامل ازاي، طري وجميل وزي العسل بالسوداني. انت عندك اي مكسرات حطي زي ما انت عايزه. اهي العجينه معانا اهي. ديت بقى ايه، كانت دقيق والسمنه. دقيق، حطيت الدقيق وعليه حبه السمسم وبيكنج باودر، رشه الملح. وبعد كده جبت السمنه ورحت حطاها ضفتها عليها، وقلبتهم بالمعلقه كويس كويس. وفي الاخر غطيتها بغطاء كويس، حته قماشه بتاعه العجين وبتاعه الخبيز، ورحت ركناه. الكلام ده كان قبل الفطور. وعملت الملبن وبرمته وحطيته برضو على جنب وركنته. بعد ما فطرت وعملت كوباية الشاي، جبته بقى زي ما انتوا شايفين اهو. وقلت بقى ايه، نقعد نعجن فيه وناخد وندي بشكل ودي. جنب مني هنا حبة اللبن في اللبان، وحطيت عليهم معلقتين الخميرة، ومعلقة خميرة، معلقة خميرة، ومعلقتين السكر، ودوبتهم وفعلت. وبقيت ايه، اخد منهم اصب على العجينة حبة بحبة. خد مني ال2 كيلو، خدوا مني قد ايه، هي كوباية لبن حلوة كده اهوت بالخميرة. بس ما خدتش اكتر من كده، هي كوباية كبيرة. تمام. فضلت اعجن زي ما انتوا شايفين. طبعا البسكوت الكحك مش بيتعجن، اسمه بيتلت ازاي، ان انت بتلمي بايديك وبتاخدي وبتدي بايدك التانية كمان. لو عندك حاجة واسعة بيبقى الكمية كتيرة، بتبقى ايد رايحة وايد جاية، ايد رايحة وايد جاية. هو دوت العجين. تمام. بتزودي شوية بشوية حسب ما العجينة في ايديكي، لان وزي ما اتفقنا ان الدقيق مش كل الدقيق، في دقيق بيشرب ايدام، في دقيق بيشرب ميه. مش كل الدقيق ولا كل استخداماته. تمام. فانتي طبعا ميزان نفسك، وعارفه العجينه في ايديكي عامله ازاي، عارفه وضعها ايه، عايزه سمنه بتديها، عايزه ميه بتديها، لحد ما تلاقيها لمت في ايديكي وبقت عجينه هشه وحلوه وناعمه. وتقدري تشكلي فيها زي ما انت عايزه، ما تبقاش فيها اي تشققات وانت بتشكلي فيها، وتعملي اللي انت عايزاه فيها زي ما انتوا شايفين اهو. ابسط الطريقه وابسط حاجه، وحاجه سهله جدا جدا جدا. انا عملتهم، بص انا قاعده لوحدي وعملتهم ال2 كيلو، والله ما خدوا مني ساعه. وانا قاعده كده بتفرج على التلفزيون بعد ما فطرت وصبنت مواعين وظبطت الدنيا، وقاعده اعمل عجنتهم وظبطتهم. وفي الاخر بقيت اهي انا اشكل بقى. بص العجينه في ايدي عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين، وعاد علينا وعليكم بخير يا رب. بتقطعيها حسب ايديك وحسب ما انت عايزه صغيره عايزاها كبيره براحتك. وبتحطي فيها حته الملبن زي ما انت الله شايفه أكبر، اهو. الله الله أكبر، أكبر، الله أعظم يا عزيزي أوي يا رب. ده صلاة العشاء يا جماعة، الله وإحنا في أكبر، العشر الأواخر. اكتروا من الصلاة على النبي، واكتروا من الذكر، واكتروا من الخير وكل حاجة، والصلاة وكل حاجة حلوة في العشر الأواخر دول. ربنا الله يا رب أكبر. يبلغنا ليلة القدر يا رب. اللهم صل على النبي. بصوا شايفين، بصوا بقى أنا بنقشها إزاي، شايفين النقشة؟ بالله عليكم صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الكحكة عاملة ازاي؟ حتى بقى عملتهم بقى انا ايه مع حالي زي ما انتوا شايفين. بصوا، اقطع واحشي وابرمها واروح نقشاها واروح حطها في الصاج. وانا قاعده مع والله مع نفسي ال2 كيلو عملتهم، ما خدوش مني اي حاجه. هنعمله البسكوت ان شاء الله برضو مع بعضينا وكده. جربت البصمه بس انا ما جاتش معايا سكه. بصوا مش واضحه ازاي، مش واضحة. بصوا هرجعها تاني. عجبتنيش، رحت مرجعاها تاني ورحت نقشها بالمنقاش. بصوا انا بحب نقشة المنقاش أوي، بتبقى عالية. ما تيجي تحطها في السكر بتشيله، لو الكحكاية خمرت النقشة بتاعتها تفضل ظاهرة برضو. بصوا شايفين، بصوا جميلة ازاي. بصوا، ديت بقى تعليمتنا بقى ماما علمتني كده، واحنا طول عمرنا طلعنا على كده. ده كمان زمان كان الكحك المفتوح اللي هي تبرميها. وكانت امي تبرم الكحكه، الله يرحمها ويرجع لها بالرحمه، الله يرحمها ويغفر لها. كانت تقعد تلف الكحكه وتبرمها وننقشها، كانت تلاقي الواحده مش منقوشه كويس كانت تبهدلنا. بصوا بقى الخبيث في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وطلع مستوي وجميل وطعمه تحفه. شايفين الجمال؟ شايفين؟ صلوا على النبي وقولوا تسلم ايديك يا نوجة. وقولوا لي ايه رأيكم، وقولوا لي بتتابعوني منين عشان يوصلكم كل جديد. اشتراك وتفعيل زر الجرس يوصلكم كل جديد. بصوا النعومة، بصوا الكحكة ناعمة ازاي. شايفين وهي فيها الملبن، شايفين المنظر. بسم الله ما شاء الله. هنا وشفا يا رب، ألف هنا وشفا.
يلا اعملوا كده وقولوا لي عملتوا بالطريقه بتاعتي ولا لا، وقولوا لي ايه رايكم بقى. بصوا شايفين الخبيز عامل ازاي، بصوا من تحت متحني، بصوا بسم الله ما شاء الله، وناسس وطري وجميل جميل ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين، وعاد علينا وعليكم بخير. اي ملاحظات اي حاجه قولوا لي ايه عايزين ايه، ابعتولي رسائل وقولوا لي عايزين ايه، وانا برد عليكم على طول والله. ماشي، هنعمل برضو مع بعض البسكوت ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وعد علينا وعليكم بالف خير. لايك وشير وتفعيل زر الجرس يوصل لكم كل جديد. حبايبي واصحابي، رمضان كريم.